أهلا بحضراتكم مرة تانية. بنستكمل هذا الحوار من الإسماعيلية من المجرى الملاحي لقناة السويس مع ضيفنا وضيفكم اللواء أحمد وصفي. سيادة اللواء، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الأنفاق، حضرتك قلت لي نسبة كبيرة جدا خلاص تم يعني السيطرة عليها. إزاي بتكتشفوا هذه الأنفاق؟ هل في مثلا أقمار صناعية؟ هو في سنسورز محطوط علاوة على ان في مجسات لينا، في اجهزة هندسية لينا، كل ده بيشوف التفريغات اللي تحت الارض من خلال عناصر المهندسين يعني. المهندسين العسكريين. وفي سنسورز موجود. ده دورهم بس يا فندم؟ لا، يعني ايه دورهم بالظبط؟ اولا بيحدد بالتعاون يعني بالتعاون مع حرس الحدود، بالتعاون مع القوات بتاعتنا اللي موجودة هناك، ان هنا في نفق، اكتشف، اتاكد، اجيب المعدات هده. ده في انفاق بتوصل لكيلو ونص جوه خط الحدود الدوليه. ده نفق طويل. في المين تانلز، الجزء الرئيسي للنفق ممكن يوصل ل 400 500 متر، ويتفرع بقى منه 3 4 فرعيات، 5 فرعيات ب5 فتحات، ده بتاع بضائع، ده بتاع عربيات، ده وهكذا. تكلفه الانفاق دي قد ايه؟ والله اللي انا شايفه ان دي مكلفه جدا. يعني حتى هم لما بيحفروا باجهزه، مش بيحفروا مانيوال. تكلفه الانشاء كبيره طبعا. وفيهم بعض الانفاق متبطنه متكسيه، سواء بخشب او بمسلح. بس النهارده بدل ما حضرتك تقولي لي تكلفه النفق قد ايه، قولي لي عائد النفق بالنسبه له قد ايه. يعني انا النهارده لما يتقال ان في 100 مليونير من قطاع غزه سنويا بيبقى مليونير نتيجه الانفاق. ما احنا اتكلمنا عن العائد الكبير لتجاره الانفاق. يبقى النهارده النفق بيجيب، النهارده لو اتصرف على النفق 10 قروش هيجيب 10 جنيه. في انواع يا فندم للانفاق؟ في يعني انفاق بضائع صغيره، في انفاق حديد واسمنت، في انفاق وقود، في انفاق عربيات. كل انواع البضائع ليها انفاقها، والمهم على السعه. يعني في عندك انفاق بيصل السعه ل 3 متر في 2 متر، 3 متر عرض في 2 متر طول، يعني دخل عربيه نص نقله محمله. في انفاق تمشي غنم ومواشي تدخلها على هناك. في انفاق لحديد التسليح، اسمنت، الزلط او السن اللي هو الزلط الصابي الابيض الصغير. والاسلحه يا فندم؟ لا، ده حدث ولا حرج. دي حدث ولا حرج. في بعض الانفاق كان بيخش منها قوات كمان. يلا كانت ايام وعدت. خلاص نفسي يعملوها تاني بقى. اي شخص يتسلل؟ لا، اصل يعني دلوقتي ده قرار دوله، ومفيش دوله على مستوى العالم الحدود المشتركه بتاعتها بالمنظر ده. لازم يكون في رؤيه واضحه المسافه. طب احنا عاملينها 500 متر، ده قانونا 2 كيلو يا فندم. ولو في اي سلع او متطلبات في بقى بالقانون القانونيه، ومصر تاخد حقها هناك والجانب الاخر سواء فلسطين اسرائيل ياخد حقه. وبعدين في نفس التوقيت بالاتفاقيات، بالعمل السليم، بالقانون. لكن ان احنا نصدر مصر لهناك. طريقه تدميرها، تدمير الانفاق بالمعدات وبالتفجير وبالغمر. والغمر في بعض المناطق بيبقى مفيد جدا، التدمير في بعض المناطق الاخرى بيبقى مفيد، والتفجير طبعا ده جزء من منظومه الغمر بالمياه او التفجير او التدمير بالمعدات. كان في حادث على برج المراقبه على الحدود، كانوا بيحاولوا نسفوا، حطوا تحتيه برميلين، كل برميل 50 كيلو TNT. دي اللي لقيته فيها قنابل مكتوب عليها؟ لا ده TNT. لا، القنابل دي لقيناها جوه. جوه لبس ورجاله وقنابل. ده كان متوصل طيب بنفق يا فندم؟ ده كان متوصل بنفق عندهم بسلك. الناحيه الثانيه في غزه. وده يتهيألي بقى، يعني لما حد من عندهم يجي يقول لك احنا مالناش دعوه بمصر وامن مصر وما بتتدخلش في امن مصر، ده رد. طب انتوا عايزين تعملوا ايه بده؟ وهو احنا خدنا العبوه وفجرناها في نفق من انفاقهم يعني. ما انا مش هسيبهم ياخدوها تاني. بس كده يا فندم هيبقى في طرق اخرى بقى للتهريب، يعني ساحل البحر المتوسط. ساحل البحر المتوسط متقفل بالقوات البحريه. عندي قطع بحريه هناك، انشات مرور ساحلي، وعندي ربات بصعقه بحريه.
عندي بسم الله ما شاء الله الولاد بتوع الصاعقه البحريه دول علاوه عن القوات الجويه على طول ماسكين الساحل مع القوات البحريه، وحرس الحدود ليه نقط على الساحل. بس ما اكذبش على حضرتك الفتره الاخيره القوات البحريه والولاد بتوع الصاعقه البحريه ما شاء الله ربنا يحميهم، جابوا لي شغل ربنا يحميهم عليه. المدرعات المصريه تحركت على الحدود من فتره ارضي على الحدود مع غزه. ارضي وانا حر فيها. بس دي فيها رساله يا سياده اللواء برضه. والله ارضي وانا حر فيها. الرساله مفادها ايه؟ ارضي وانا حر فيها. ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار واحنا كبار قوي، وما تختبروش غضبنا ولا تختبروا صبرنا نفذ او ما نفذ. الجنسيات الاخرى غير المصريه اللي تم القبض عليها اعدادها فلسطينيين كبيرة؟ طبعا. النسبه الاكبر فلسطين. طبعا. في بلجيك، في المان، في باكستان. لا باكستانيين اتقتلوا والله في عندي، مش يعني انا مش محدد الجنسيات قوي، لكن يعني في دول جايين يعملوا ايه يا فندم؟ والله ارض جهاد. ما هو كل واحد بيقول لي جهاد 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 جهاد. ايه الجنسيات دي كلها؟ وبعد الجهاد ده كله تلاقيه بيفطر قبلينا بساعه عشان يجاهد ضد جند الطاغوت اللي هو احنا في وقت الفطار. انهي دين ده؟ وحدش يعني للاسف غسيل المخ سهل مع الثقافه المحدوده والتعليم المحدود. المغرب عندهم بيقدم قبلنا بساعه عشان فعلا. علشان ايه بقى؟ يجاهدوا بعد كده يعني عشان ضدكم؟ يصلي المغرب ويفطر ويجي بقى وبعدين يجي يجاهد ضد جند الطاغوت في اذان المغرب. او مش فارقه معانا لما كنا بنفطر في رمضان مع جنودنا الشهداء في رمضان اللي قبل اللي فات. للاسف الولاد بيفطروا ودخلوا عليهم وهم بيفطروا توفاهم الله ونحتسبهم عند الله شهداء وهم ان شاء الله شهداء. دي حصلت يا فندم بعد توليك المنصب بفتره يعني بسيطه، بشهر تقريبا. هي عناصر حرس حدود. وبعد كده يعني سمعنا عن عمليه امنيه كبيره للقبض على مرتكبي يعني هذا الحادث وهذه المجزره، ومش حادث عادي. هو العمليه وبعد كده كل شيء توقف واصبح مصير الجناه غامض. معلش يعني ما هو العمليه ما تمتش ارتباطا بتولي مقاليد الامور في الجيش او عدمها يعني، لا هي تمت مع عناصر حرس حدود. دي خارج تواجدي. وانا ما كانش ليا قوات هناك. وسياده المشير الله يمسيه بكل خير اصدر اوامر بان قوات تطلع على هناك، وفعلا قواتي طلعت على هناك وابتدينا في عمليه، ابتدينا نشتغل. حضرتك حملت عبء يعني العمليه بعد نشتغل كده اللي هي كنتوا انتم مسمينها ايه؟ نسر. عمليه نسر ولا هي سينا من اول ما ابتدينا لحد النهارده العمليه سينا. ف جت بقى حصلت بعض التغيرات في الموقف وبعدين جت توقفت يعني بإرادة سياسية؟ يعني خلينا في العسكرية بس. لكن الحمد لله وسيادة الوزير ادى اوامر نظف وخلص بدون ما تظلم. والمجزرة الثانية يا فندم؟ والله اما انا برجع اقول لحضرتك ما هي دي نتيجة الخسة، وبرضه فينا خطأ. وهو الولاد ركبوا مواصلات مدني. دي خطأ. الولاد بتوع الداخلية يعني برضو احنا في تقصير حضرتك بتشير ليه، وده ضروري. ده امر طبيعي يا هانم. النهارده لما ولد من ولادي ياخد طلقه قناصه في رقبته هو يعني دي خلاص ما فيش غير الحته دي. لكن هتلاقيه مثلا خد زاويه غلط فالولد اتمكن منه بالطلقه، مش عارف يعني. ما فيش فعل بدون رد فعل ساعد الفعل ده على نجاحه. فالنهارده الولاد مساكين رايحين ياخدوا شهاده نهايه الخدمه، راجعين في مواصلات ملكي. طبعا دول يعني حتى انا مره من ضمن المرات يعني مسجل بعد العمليه دي الواحد بيقول لي انا اذبح 100 واحد واروح اتعشى. اذبح 100 واحد زي دول واروح اتعشى يعني. يعني لا ده يعني ما معناه ان شيء عادي. عادي جدا 100 واروح اتعشى. واحد من التكفيريين. ايوه. فتخيلي حضرتك هي دي اخلاقيات اللي انت بتتعاملي معاهم.
هي دي التصرفات اللي انت بتتعاملي معاهم. انا النهارده لو كنت بتعامل ضد دبابه او طياره او قوات نظاميه، ده كان زماني النهارده. مدى التنسيق مع الجيش الثالث حضرتك ذكرت في سياق كلامك على طول في المجرى الملاحي، في تأمين، في عملياتي. عملياتي انا وسياده اللواء اسامه على طول بتنسيق مباشر، علاوه عن ان القياده العامه على طول المؤتمرات اللي انا بقول لحضرتك عليها دي بيبقى عشان تنسيق ما بيننا وما بين بعض. مفيش حاجه انا بعملها غير لما سياده اللواء اسامه يكون عارفها، ومفيش حاجه بيعملها سياده اللواء اسامه غير لما بيحيطني بيها علما، عشان بنقفل على بعض. جبل الحلال يا فندم ماله؟ الفترة اللي جاية دي ان شاء الله خير. ايه الخطة الموضوعة ان شاء الله خير. طب ما تكلمنا حضرتك عن المنطقة دي تحديدا. هي منطقة جبلية فيها كهوف متعددة. هي منطقة جبل الحلال وضلفة ووجير، مقاربة للحدود الدولية مع دولة إسرائيل. يعني فيها مجموعة من القبائل، في قبائل عايشة بسلام في قلب الجبل على الراي. طبعا فيها بعض الخارجين عن القانون، بعض يعني العدد مش كبير. لا جزئية ان في تكفيرين يروحوا يستخبوا في الحلال او يستخبوا في الوجير او في ضلفة، اللي هي السلسلة اللي موجودة دي، او يروحوا عند القبيلة اللي هي لسه ما خدتش الجنسية دي. يعني لسه ايه، لازم تدقق المعلومة عشان ما نظلمش. اما الحلال على اساس ان الحلال الشرطة المدنية دخلت عليه من فترة، فاسمه دارج في الاعلام. بس في مثلا تجار مخدرات ايضا يعني. والله يا فندم انا النهارده عشان اتكلم لازم تتاكد لي معلومه. جبل الحلال في الكهف الفلاني في كذا، في احمد وصفي، اقول لحضرتك. لكن طالما ان المعلومه لم تؤكد ما اقدرش اظلم، لان وارد ان انا اظلم احمد وصفي ده، او اظلم محمد، او اظلم خالد، او اظلم القبيله الفلانيه. فلا، لما المعلومه تستكمل تؤكد. طيب حضرتك قلت عن التنسيق ما بينكم وما بين الجيش الثالث. ايوه. القوات الجويه ليها دور في العمليه اللي بتحصل في سيناء، وايه هو تحديدا يعني؟ دورها فاعل جدا في التسوير الجوي، في تامين قواتي، في الاشتباك المباشر. ده في عمليات بتتم بوسط القوات الجويه لوحدها فقط، بندي المعلومه معتمدين عليها. الحته دي اضربها. طيارات الاباتشي والولاد بسم الله ما شاء الله ربنا يحميهم، يعني ربنا يحميهم. ولاد يعني